كاف كورونا مرة أخرى. راء راحل جديد. ياء يأكل الوباء الأنقياء. ميم موت أصبح ضيفا دائما. وكأنها اختيارات، إذ ينتدب للسماء كل من كان نقيا صادقا مؤثرا كريم. صورة أخرى تعلق على جدران الذاكرة المتهرئة حزنا، وجدرانها تقترض الدمع من مآقينا التي تنطبق حد الالتصاق، ولا قدرة لها على إفراز الدمع لفرط فقدان الأعزة. كريم النفس لم يسلم، بل لم يمهله الداء طويلا، فهي مجرد مشاهد متسارعة، شعور فسقوط فمقاومة، وصولا إلى أنبوبة أكسجين فقاعاتها تتلاعب بمشاعرنا، ترتفع قلوبنا مع استقرارها، ومن ثم تهبط عند نزول نسبتها. أبكيتيه مبكرا وكأنك تفندين أساليب الإقناع بأنه عائد لا محال، لكنك قرأت كتاب رحيله في عيون الجنة. اختاره الله فالتحف دعوات المحبين المقربين والمعاصرين، ومضى نعشا يطوف الملعب بعد أن طاف فكره التدريبي، تعامله مع اللاعبين وردات فعله الخجولة. ليس غريبا أن تتوقف المباراة بعد أن أوقف رحيلك قلوبنا. حدثنا كريم، كيف تحدثك الملائكة؟ ولم وجهوا الدعوة إليك من أحضان ابنتك ومن بين التفاف أذرع الزملاء؟ أرأيت صورا هناك أعادتك لصور حياتك فينا؟ أخبرهم علهم ينقلون إليك كيف يحزن الطير والشجر، الماء والبحر، الصديق والرفيق. يا لبؤسنا إلهي، لم رددت دعواتنا؟ فكل الأكف ابتهلت وغرورقت العيون، لكن دعوة الرحمن لا تقدم ولا تؤجل. إنه حق يعيه عاقل وفهيم، فالح علي أحمد وناظم يعقبهم كريم. قوافل الموت تمضي بلا حساب، فيركب العاقل والتميم. أينك من حديث نداوله؟ تبسم خجلا وأنت للغيظ كظيم. أخبرنا، هل من أسى في دواخلك سرا كان وأنت شكيم؟ أودعتنا أم أودعناك حفرة يملأها شوق ديما عندما تهيم؟